اليوم سنذهب إلى جامعة قناة السويس لحضور مناقشة رسالة دكتور لصديقي. هذه هي المرة الأولى لي في جامعة قناة السويس. فجأة بدأت أتذكر حياتي الجامعية في ذلك الوقت بلا هموم، مركز على دراسة. لقد التقينا بالدكتور وانغ، رائدة مشرفين دكتورة في الخارج. هذا أمر صدمني كثيرا. في الحقيقة لم يكن طريق الدكتور وانغ سهلا على إطلاق. لا متعب في قلبه، لا يعلمها إلا هو. Cette semaine, il y a beaucoup de soutenance dans notre faculté. Et hier, cette salle de soutenance est occupée par un autre ami chinois qui est dans le département d'arabe. يشرفني جدا أن أشهد لحظة كوميدية معك. قال أحد الأدباء: اطلب علم ولو في الصين. بالنسبة لدكتور وانغ سعى وراء معرفة حتى ولو في مصر. دكتور وانغ هو أول دكتور صيني باللغة الفرنسية في جامعة قناة السويس في مصر. حتى الآن دكتور وانغ تخرج من جامعة، ما الذي يمكن أن يعقد عليه أمر بعد. هيا لنحتفل بدكتور وانغ. كل التوفيق لدكتور وانغ بمناسبة التخرج. أتمنى لك مستقبلا سلسا. شكرا على مشاهدتكم وأشوفك بكرة إن شاء الله. مع السلامة.